بيبدأ الفيلم سنة 1942 وقت الحرب العالمية التانية، وفي الوقت ده بتكون الهند بتحارب بكل الطرق علشان تاخد الاستقلال بتاعها، وبتقرر الحكومة الهندية انها تبعت فردين من اهم افراد الجيش عندها، وهم الضابط تشاي والضابط ارجون. وفعلا الاتنين بيطلعوا في بعثة وبيروحوا يقابلوا هتلر، وبيكونوا عاوزين يعملوا اتفاقية من خلالها يقدروا يوصلوا للسلام التام. وفي وقتها بيعرفهم وزير الدفاع الخاص بهتلر ان في مصل جديد اسمه المصل الخارق، وده مصل هيتحقق لضابط واحد من كل دولة، لان من خلال المصل ده هيكون الضابط ده ضد التدمير. بس وقتها ارجون وتشاي بيفكروا في الموضوع وبيحسوا ان الموضوع ده خطر وانه ممكن يتسبب في دمار العالم كله، فبيقرروا انهم يرجعوا للهند. لكن تشاي قبل ما يرجع بيروح للمعمل وبياخد المصل الخارق من غير ما حد يعرف، وبيرجع تاني على الهند. ولان تشاي عارف ان اللي عمله ده خطر وان هم هيدوروا عليه في كل مكان، فبياخد ابنه الصغير وبيروح يستخبى في مكان محدش يقدر يوصل له. لكن بعد فتره بسيطه بيقدر مجموعه من الضباط انهم يوصلوا لمكان تشاي وابنه الصغير زيدان، وبيكونوا عاوزين يقتلوهم باي شكل وياخدوا المصل، وبيبداوا يضربوا عليهم نار. وزيدان ابن تشاي واللي بيكون لسه طفل بيتصاب اصابه خطيره، اما تشاي فبيقدر ان هو يصمد قصاد طلقات النار، وبيقدر يشد ابنه لحد ما بينزل بيه جوه المخزن، وده اللي مخبي جواه المصل، وبياخد المصل وبيحقن جسم ابنه بالكامل. وقتها تشاي بيكون اتصاب باكتر من رصاصه فبيموت، وبيختفي زيدان ومحدش بيبقى عارف هو راح فين. وبعد سنين كتير بنشوف شاب يوتيوبر بيعمل فيديوهات عن الحاجات النادره من الحيوانات والاشجار والغابات، وبيكون الشاب ده مغمى عليه في واحده من الغابات اللي بيصور فيها. لكن الغابه دي بيكون حصل فيها تفجير كبير جدا، فبتيجي الشرطه وبتقبض على الشاب ده، واللي بنعرف ان اسمه اجني، وبياخدوه وبيبداوا التحقيق معاه. لكنه بيفضل يقول كلام واحد وما بيغيرهوش، وهو انه مجرد يوتيوبر وكان رايح هناك علشان يصور فيديو جديد يقدر ينزله على القناه بتاعته. لكن الشرطه كانت شاكه فيه انه ارهابي وان هو السبب في الانفجارات اللي بتحصل، لكن ما بيقدروش ياخدوا منه كلام مختلف عن الكلام اللي عمال يقوله. وفي الوقت ده بيقرر واحد من الشرطيين انه يتصل بالعميل السري آسر، وفعلا بيدخل آسر واللي بيكون لابس على وشه قناع لانه ما بيحبش حد يعرف شكله، وبيبدا يحقق مع اجني وبيساله عن طبيعه شغله. لكن اجني بيكون بيجاوب بنفس الاجابات، لكن آسر بيكون بيتمتع بذكاء كبير جدا وبيقدر انه يفتح كلام مختلف مع اجني، وبيقول له انهم هيعيدوا كل اللي حصل في الفتره اللي فاتت مع بعض بالتفصيل. وبنروح لفلاش باك من سنه وقت ما اجني كان بياخد جائزه راعي الطبيعه لانه انقذ اكتر من 50 حيوان كانوا مهددين بالانقراض. وبيكون اجني عمال يتكلم في المؤتمر اللي معمول له عن الاشخاص اللي بيهددوا الغابات والطبيعه بانهم بيقطعوا الاشجار وبيوسعوا في ممتلكاتهم، وبيشرح كيفيه معالجه الطبيعه والاهتمام بيها. وبعد ما بيخلص المؤتمر بتاعه بيروح يسهر مع اصحابه في الحانه اللي بترقص فيها ماريا حبيبته. وبعد ما بيخلصوا اليوم بتاعهم بيدخل اجني يتفرج على فيديوهات كتير، وبنعرف ان الفيديوهات دي بتبقى فيديوهات لمناطق عشوائيه هو زرع فيها كاميرات، لانه مش بس مهتم بالحيوانات النادره وبالاشجار، لا ده كمان بيدور على الاشخاص اللي عندهم قوه خارقه للطبيعه. ومن ضمن الفيديوهات دي بيكون فيديو لطفل صغير كان في عربيه هتخبطه، لكن في قوه خفيه قدرت تنقذه من على بعد. فبيقول اجني ان اكيد اللي انقذه شخص خارق وانهم لازم يوصلوا للطفل ده. فساعتها ماريا بتفضل تتكلم مع اجني وتقول له ان مفيش حاجه اسمها شخص خارق، لكنه بيعرفها ان الاشخاص الخارقه موجودين في الطبيعه زي ما في حيوانات نادره واشجار مش طبيعيه. وفي نفس اليوم ده بيكون في شخص من ضمن الاشخاص اللي ضد الطبيعه، وبيكون اجني عامل فيديو كامل ومقال عنه بيشتم فيه، وبيعرف الناس انه شخص ما ينفعش يكون مسؤول في البلد. وساعتها الشخص ده بيتضايق من كلام اجني، لكن ما بيفوتش عليه كام ساعه والشخص ده بيكون مرمي من فوق بيته مقتول. وبنرجع للواقع، وساعتها اجني بيسأل المحقق آسر ليه بيقول له كل الكلام ده، فآسر بيعرفه ان هم شاكين ان هو اللي ورا قتل الشخص ده. لكن اجني بيعترض على كل الكلام ده وبيعرفه ان هو ملوش علاقه باي حاجه وانه مجرد يوتيوبر وبس. فبيضحك المحقق آسر وبيقول لاجني انه لسه ما كملش الحكايه. وبنشوف الدكتور مهاتور من فتره، وده يبقى دكتور في علم الجينات الوراثيه وشغال مع جي صاحب اكبر مستشفيات ومراكز علاجيه في الهند. وبنعرف ان الدكتور مهاتور اصلا كان جاي للسيد آسر علشان يطلب منه الحمايه، لان المستشفيات ومراكز السيد جي اخترعوا مصل جديد علشان يقدروا يكون فيه شفاء لاي مريض واطراف صناعيه تخرج من الجسم نفسه للاطفال والكبار كمان. والسيد جي ما كانش عنده رحمه باي حد، لدرجه انه كان بيجيب اطفال يكذب على اهاليهم وبيقول لهم ان هو بيخففهم، وهو بيكون بيمارس عليهم التجارب بتاعه المصل واللي جربها في اطفال كتير جدا وللاسف ماتت بسبب التجارب دي. وبعدها السيد جي بيجتمع بكل افراد المؤسسه بتاعته، واللي بنعرف انها مؤسسه كبيره جدا
وان ليهم علاقه بكل الكوارث اللي بتحصل مش بس في الهند، ده في العالم كله. لكن فجاه وهم قاعدين كلهم في قلب الاجتماع بيلاقوا مبعوت لهم كل واحد هديه، والهديه دي بيكون فيها دماغ الحارس الشخصي بتاع كل واحد، وكأنه تهديد صريح من شخص قوي ومجهول. ومن ضمن الحاجات اللي بيحكيها الدكتور مهتور كمان انهم اتأكدوا ان في شخص عنده قوة خفية هو اللي بيقدر يعرف كل اخبارهم وبيقتل فيهم، وده لان كل اعضاء المؤسسة اتقتلوا وما تبقاش غير الدكتور مهتور والسيد جيكي بس. ففي ساعتها المحقق آسر بيستدعي ماريا واللي بتطلع بنت السيد جيكي، وبيبدأ المحقق آسر يحقق معاها، فبتبدأ تحكي له ان هي واجني بيحبوا بعض وانها ملهاش اي علاقه بابوها ولا بالمؤسسات اللي عنده. ولما بيسالها عن اجني بتعرفه انه شخص محب للطبيعه وبيحب الحياه والحيوانات وكل الحاجات البريه، لكنه في حاجه غريبه جدا، وهو انه من فتره صحى من النوم وجالها البيت وقال لها انها هتتعرض للقتل، وفعلا في نفس اليوم كان في ناس بتحاول تقتلها. وهنا بقى المحقق آسر بيتاكد ان اجني وراه قوه كبيره وخفيه، وبيكمل تحقيق وبيسال آسر واحد من فريق اجني عن اللي حصل، فبيقول له ان من فتره بعد ما شافوا الفيديو بتاع الطفل اللي في قوه خفيه قدرت تنقذه راحوا للبلد بتاعه الطفل، وان اجني كان مصمم يوصل للطفل علشان يعرف ايه مصدر القوه اللي انقذته. وكان الغريب بقى ان القريه كلها ما كانش في اي حد بيجاوبهم باي حاجه، لحد ما في طفل صغير وهم بيسالوا عن الطفل اللي اتعرض لحادثه جالهم وعرفهم مكانه، وفعلا بيروحوا على هناك وبيسالوا الطفل ووالدته عن اللي حصل. فالطفل بيحكي لهم ان هو قدام العربيه فجاه في حد شاله ورماه في الجو وانقذه. وطبعا بعدها بيروح المحقق آسر يواجه اجني بكل الكلام ده، وفي اللحظه دي بيقرر اجني انه يتكلم وبيقول له انه هيكمل له باقي الحكايه. وبنروح لفلاش باك وبنعرف ان يوم ما كانوا بيدوروا على الطفل ماريا اتخطفت من شخص عدو لابوها، وبيكون جايب لها اكتر من 20 مجرم علشان يقتلوها. وقبل ما يقتلوها بلحظه بيدخل عليهم شخص سنه فوق ال50 وماسك سيجار في ايده، وبيقدر انه يقتل ال20 مجرم دول من غير حتى ما يلمس اي حد فيهم. وبنرجع للواقع والمحقق آسر بيقول لاجني انه متاكد ان هو يبقى الشخص الخارج ده، فساعتها اجني بيضحك وبيعرفه انه ازاي هيكون الشخص الخارج ده، وماريا قالت ان الشخص ده معدي ال50. وفي نفس الوقت بيدخل واحد من الضباط عليهم وبيوري للمحقق آسر فيديو في واحد من ال20 مجرم اللي كانوا خاطفين ماريا، وبيطلع كان عايش ولسه ما ماتش. وهو كمان بيقول ان الشخص اللي كان موجود وضربهم وموت ال19 التانيين شخص معدي ال50 من عمره. فكده بيتاكد المحقق آسر ان اجني مش هو الشخص الخارق، وبيقول اجني انه لسه ما كملش الحكايه. وبنروح لفلاش باك تاني وبنشوف جيكي واللي بيكون لم رجالته وقرر انه يخلص من الشخص اللي خطف بنته الاول، وبعدها بيشوف مين الشخص الخارق اللي قدر ينقذها، لان هو في نفس الوقت هيكون نفس الشخص اللي بيهدده وقتل كل المنظمه بتاعته. وبعدها بنروح للشخص الخارق واللي بيكون عايش في كوخ معزول وبيعمل كل حاجه من بعيد، وده لانه بيقدر يحرك اي حاجه عن طريق عينه او صوابع ايده من غير حتى ما يلمسها. لكنه في نفس الوقت بيكون جيكي كلم مظهر، وده اهم راجل في رجاله جيكي، وبيديله جيكي مهمه انه يروح يدور على الشخص الخارق ده وبيهدده ببنته الصغيره. وفعلا بياخد مظهر الفريق بتاعه وبيطلع على المكان اللي جيكي قال له عليه، وده لان جيكي استخدم الذكاء الاصطناعي وبقى بيدور على الشخص الخارق ده في كل حته. لكنهم كل ما بيروحوا على مكان الذكاء الاصطناعي جايب لهم ما بيلاقوش اي حاجه الا اثار رصاص او حاجات متدمره. وبيوصل اجني عند الشخص التاني الخارق للطبيعه واللي بيكون لسه في قتال مع مظهر، لكن بمجرد ما بيدخل اجني بيقدر يقتل مظهر بكل سهوله. وبيبص اجني للشخص التاني وبيقول له انه من زمان بيدور عليه. وهنا بقى الصدمه، لان اجني بيطلع ابن الشخص الخارق ده، والشخص الخارق ده يبقى زيدان ابن تشاي اللي خد المصل. وبيسال اجني ابوه عن اللي حصل، فبنعرف انه من 19 سنه كان زيدان عايش سعيد جدا وابنه امجي الكبير واجني الصغير، لكن في اشخاص عرفت انه خارق للطبيعه فبعتوا الحكومه علشان تاخده، وللاسف ولعوا في البيت بتاعه، وام اجني واخوه الكبير امجي فضلوا في البيت وهو بيولع. لكن زيدان قدر يشيل اجني ويهرب، بس لسوء الحظ دخلوا الغابه وحصل ضرب نار من كل الاتجاهات، فاجني جرى بعيد وتاه. وبيفضل زيدان يتاسف لاجني عن كل اللي حصل، وان بسبب المصل اللي في جسمه ما قدروش يكونوا عيله. لكن اجني بيكون مش مهتم بكل ده، وكل اللي بيطلبه هو صوره لامه واخوه لانهم وحشينه جدا. وفعلا زيدان بيجيب صوره يديها له، لكن بيشد زيدان اجني علشان يحضنه، لكن اول ما بيحضنه بيتصدم، وده لانه بيتفاجئ ان اجني هو اللي قتل السياسي المسؤول عن الغابات وقتل كل رجاله ومؤسسه جيكي، وبيشوف ان جواه نار هتحرق العالم. فبيزعل زيدان وبيستخدم قوته وبيمنع اجني انه يمشي، وبيقول له انه لازم يحبسه هنا علشان ما يقتلش اي حد. لكن اجني هو كمان بيستخدم قوته وبيدخل هو وابوه في معركه قويه جدا، وبيحاول زيدان بكل الطرق يوقف ابنه، لكن اجني بتكون قوته كبيره اقوى من زيدان بكتير. لكن في اللحظه دي فجاه بتظهر فراشات صناعيه فيها لقاح بقنابل بيكون جيكي هو اللي بعتها علشان تفجر المكان، وهي اللي بتسبب الانفجار
الانفجار الكبير اللي حصل وبسببه اغمى على اجني والشرطه لقيته، لكن زيدان بيختفي بعد الانفجار. وبنرجع للواقع وبكده يكون اعترف اجني بكل اللي حصل للمحقق آسر. بس المفاجاه اللي بجد ان المحقق بيشيل القناع من على وشه وبيطلع آسر هو نفسه جي. وساعتها بيتعصب اجني وبيحاول يستخدم قوته علشان يقتله، لكن جي بيكون اسرع وبيلبس كمامه وبيفجر زيت صناعي سام في الجو، وده بيضعف قوه اجني. وبيحاول جي يقتله، لكن قبل ما بيقتله بيدخل شخص عليهم وبيكون مخبي وشه، واول ما بيقلع الماسك بيتصدم اجني لانه بيطلع جي اخوه الكبير، واللي بيقول له ان لما حصل الانفجار زمان هو استخدم قوته وقدر يهرب هو وامه، وانه كان مراقبه من زمان وشافه وهو بيقتل ابوهم، وانه كمان انقذ ابوهم. وبيبص جي لجي وبيقتله. وبكده يكون فيلمنا خلص. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة لو مش مشترك، واستناني في ملخص تاني. سلام. بيبدأ الفيلم بروني وهو بيجري على اللي خطف اخوه فيجرام، واللي بيكون واقع على الارض وبيموت، وروني بيكون مصدوم وبيفضل يزعق وبينادي بصوت عالي على فيجرام اخوه يقول له ما تموتش. وعلشان نفهم ايه اللي حصل بنرجع للماضي لما فيجرام كان ولد صغير وبيلعب بطيارات الورق مع اصحابه، وبالغلط فيجرام قطع طيارة واحد فالولد مسك وضربه، ففيجرام هدده باخوه روني انه هيجي وهياخد له حقه، وبيكون الولد مش مهتم بتهديده خصوصا لما بيشوف روني لانه بيكون صغير جدا وشكله كيوت وبيتريق عليه هو واصحابه، فبيفاجئهم روني وبيضربهم كلهم، وبيطلع انه محترف كاراتيه وفنون قتاليه من صغره. وفيجرام بيكون بيتفرج وهو منبهر باللي روني بيعمله، لحد ما بيوصل ابو روني وفيجرام واللي بيكون ظابط وبيضرب روني بالحزام علشان بيعمل مشاكل كتير، وفيجرام بيكون واقف ومتضايق ان روني بيتضرب بسببه، وبيطلع ان فيجرام الاخ الكبير يعني كان بيتحمى في اخوه الصغير وبيتاسف له فيجرام، وبيطلع ان روني ما كانش همه ضرب ابوه ليه، وبيقول له ده كانه بينفض لي هدومي. وبيجي عمهم وبيقول لابوهم ايه كمية الضرب اللي ضربتها الروني دي، فبيقول له يا ريته بيحس، ده مش بيحس بأي ضرب، وإن الولد ده لما هيكبر هيكون شخص مختلف جدا. فبيقول لاخوه طيب ليه ضربته؟ ده فيجرام هو سبب الخناقه اصلا. فبيقول له انه لو كان ضرب فيجرام كان زمان روني قتله لانه بيحب اخوه جدا. وفي يوم فيجرام وروني بيكونوا في المدرسه ومستنيين ابوهم يجي ياخدهم، بس عمهم اللي بيجي وبيقول لهم ان ابوهم في المستشفى وحالته صعبه جدا علشان كان بيفض خناقه بين عصابتين وكان لوحده ومفيش اي حد معاه، وكان بيقتل في المجرمين وبيدافع عن الناس في الشارع بشجاعه، بس للاسف اخد رصاصه في ظهره. وبيوصلوا للمستشفى اللي بتكون مليانه ضباط وبيشوف ابوهم وهو بيموت، وابوهم في اخر انفاسه بيوصي روني على فيجرام وبيقول له انا عارف انها غريبه اني اوصي الصغير على الكبير بس انت قدها. وبيموت ابوهم والولدين بيفضلوا يعيطوا عليه، وعمهم بيكون هو اللي بيرعاهم، وروني بياخد باله من فيجرام وبياكله وبيشربه وبيعوضوا عن غياب ابوهم. وبعدها الاتنين بيكبروا، ومره كانوا في السينما وبيتفرجوا على فيلم كوميدي والكل كان بيضحك ما عدا فيجرام كان قاعد بيعيط وروني بيمسح له دموعه. وبعدها بيخرج فيجرام في الاستراحه علشان يجيب فشار وبيكون لسه بيعيط، فبتقابله بنت اسمها سيا وبتديله منديل يمسح دموعه وبتقول له انت بتعيط ليه؟ فبيقول لها ده بسبب الفيلم، فبتستغرب انه عاطفي للدرجه دي وعيط بسبب فيلم كوميدي، فبتحاول تهديه. وبعدها بيخبط فيجرام في شاب وبيوقع الاكل عليه بالغلط وبيكون مع اصحابه فبيضربوا الراجل، وفيجرام بينادي على روني وبيجيله بسرعه وبيفهم منه اللي حصل وبيتاسف للراجل وبياخد اخوه بيمشي، بس بيقف لما بيلاقي في دم نازل من ورا ودن فيجرام، فبيهديه فيجرام وبيقول له ان الموضوع خلص خلاص، بس هو ما بيسمعلهوش وبيرجع للشباب دول وبيضربهم كلهم وبيعرفهم ان ما اتخلقش اللي يمد ايده على اخوه. فسيا بتشوف الموقف ده وبتعجب بيه جدا وبيتدخل فيجرام وبيهدي اخوه وبياخده وبيمشي. وبعدها روني بيكون واقف على السطوح وبيستعرض عضلاته قدام سكان المنطقه، بس عمه ما كانش عاجبه تصرفات روني وبيعرفهم ان اسم الشرطه طالبين ضابط يشتغل في الاسم، وبما ان ابوهم وجدهم كانوا ضباط فهم مرشحين للوظيفه دي. ففيجرام بيقول لروني انه ياخد الوظيفه دي لانه بيخاف من خياله ومش مؤهل ليها، فبيقول له روني انه عليه قواضي كتير بسبب الخناقات اللي كان بيتخانقها علشانه، وبيقنعوا روني انه ياخد هو الوظيفه. فبيقول له فيجرام طب ازاي هتعامل مع المجرمين وانا بخاف منهم؟ فرد عليه روني وقال له انه لما هيلبس الزي الميري المجرمين هيخافوا منه، فبيقتنع فيجرام بكلامه وبيقبل الوظيفه. وتاني يوم بيوصلوا روني للقسم وفيجرام بيبقى عايش في الدور جدا واي مجرم بيشوفه بيخاف منه. ولما بيوصل فيجرام القسم بيبقى متوتر وخايف وبيقابل المفتش وبيديله ورق تعيينه، فبيقول له يروح للضابط يخلص له ورقه. وفجأة بتهجم عصابة على القسم وبيولعوا في واحد عند القسم
وكل الضباط بيشوفوا اللي حصل ومحدش بيتدخل علشان بيكونوا خايفين من زعيم العصابة اللي اسمه أندير. وبيدخل أندير القسم وبيحط رجل على رجل وبيتكلم بكل ثقة، وبيطلب من الضباط يزوروا في موت الراجل اللي هو لسه مولع فيه، وبيسيبهم وبيمشي. ففيجرام ساعتها بيكون خايف جدا وبيروح للمفتش وبيقول له ان العصابة دي حرقت واحد هنا وهنسيبهم كده يمشوا عادي. فبيرد عليه المفتش وبيقول له ان في مرة ضابط جرب يقف في وشهم فالعصابة قتلوا بنته قدامه، علشان كده كل الضباط خايفين يعملوا اي اجراء ضدهم. وبعدها فيجرام بيروح لروني وبيحكي له على اللي حصل في القسم، وبيقول له ان عصابة أندير عليهم قواضي خطف وقتل وحاجات غير قانونية كتير، واكتر حاجة بيعملوها انهم بيخطفوا العائلات ومحدش عارف سبب الخطف ايه لانهم ما بيطلبوش فدية. فبيسمعوا روني وما بيكونش مهتم وبيقول له عادي انت ياما هتقابل مجرمين. وبعدها بنروح لعصابة أندير وبيجي لهم رسالة من عصابة تانية اسمها عصابة ابو جلال، وكان بيطلب منهم عدد عائلات اكتر. وواحد من رجالة أندير اسمه باجو بيسأل أندير هو ابو جلال بيعمل ايه بالعائلات دي كلها. فبيحكي له أندير ان ابو جلال صاحب عصابة ارهابية في سوريا، وعصابته اللي اسمها جيش العسكر من اخطر العصابات في العالم، وان في بلاد كتير استثمرت فلوسها ودعمت عصابته، وانه بيخطف العائلات وبيخلي اب كل عيلة يشوف عيلته وهي بتموت. فبيعيط الاب وبيتوسل ليهم انهم يسيبوا عياله ويقتلوه هو، فبيلبسوه حزام ناسف وبيروح اماكن معينة بيقولوا له عليها، والاب بيفجر نفسه في الاماكن دي، وانه بيطلب عائلات كتير جدا علشان ينفذ عمليات اكتر. وبعدها بنشوف سيا مع اختها روشي، وروني بيشوفها في الشارع وبيفتكرها وبيقع في حبها على طول وبيفضل مركز معاها، وبالغلط بيخبط موتوسيكل اختها روشي وبيتأسف لها وبيمشي. وبعدها بتروح سيا وصاحبتها حفيظة اسم الشرطة علشان تعمل محضر في عصابة أندير علشان العائلات اللي بتتخطف، وبتهدد سيا المفتش انها هتفضحهم لو ما عملوش المحضر. فبيتعصب المفتش جدا وبيجمع الضباط ومش بيكون عارف يخلي مين يروح المصنع اللي محبوس فيه الرهاين ويكون هو كبش الفدا. فبيجي على باله فيجرام لانه جديد وكمان لخمة ومش مفيد ليهم، فبيجيبوا المفتش وبيشجعه على انه لازم يخدم بلده وان كل اللي عليه يهجم بس على المصنع بتاع عصابة أندير. فطبعا فيجرام بيقلق وبيكون خايف جدا وبيروح الحمام وبيكلم روني، فبيطمنه روني وبيقول له خايف ليه ده شغلك وانه ما يقلقش وهو معاه. وفعلا بيروح فيجرام المصنع لوحده وبيشوف الرهاين المخطوفة والعصابة بتكون شايفاه، بس بيكونوا مستغربين ان في ضابط جه المكان. فبيظهر شخص وبيحط ايده على بقه بس بيطلع انه روني وانه جه علشان يساعده، وبيوري له ان المكان مليان بافراد العصابة، فطلب منه انه لما يصفر يطفي النور ولما يصفر تاني يولع النور وهكذا. فبدأوا ينفذوا الخطة وروني بيصفر والنور بيطفي، وبيروح روني وهو مخبي وشه وبينزل ضرب في افراد العصابة، فبيصفر تاني علشان يشوف اماكن افراد العصابة في النور، وبعدها بيصفر ولما بيطفى النور بيبدأ ضرب فيهم تاني. فبيفهموا العصابة الخطة وبيصفروا، ففيجرام بيولع النور بس روني بيروح له وبيقول له يطفي النور وما يولعهوش ابدا. فبيهجم روني على العصابة وبيضرب فيهم وبيخلص عليهم كلهم بكل شجاعة، وبيخلي فيجرام يرجع المخطوفين لأهاليهم. وبيوصل بعدها رئيس شرطة المدينة للقسم وبيقول لهم هو فين البطل فيجرام، وبيحييه وبيسلم عليه وبيتصور معاه. فبعدها أندير بيروح يقابل ابو جلال اللي بيكون متضايق علشان العائلات اللي طلبهم ما وصلوش، وأندير بيكون واقف مرعوب منه وبيقول له انه هيخطف عائلات تانية مكان اللي راحوا. وبعدها بيتصل بيه باجو المساعد بتاعه وبيقول له انهم عرفوا الضابط اللي هجم على المصنع بتاعهم وحرر الرهاين وانه طلع الضابط فيجرام، وبينزل خبر في الجورنال بالعمل البطولي اللي عمله فيجرام وصورته مع رئيس الشرطة. فبيطلع ان حفيظة صاحبة سيا وجوزها يبقوا صحاب عم روني وفيجرام وبيزوروهم في البيت. فبتسأله حفيظة ازاي بطل زيه مش متجوز لحد دلوقتي، وبترشح له صاحبتها وانها هتعرفهم على بعض، وبتبقى قصدها على شوري اخت سيا. بس فيجرام بيكون رافض يتجوز، بس روني بيقنعه وهو ما بيقدرش يرفض طلب لاخوه، فبيطلب من روني يروح له هو ويشوف العروسة علشان يشوفها مناسبة ولا لا. وفعلا بيروح روني لبيت شوري وبيشوف سيا هناك وبيفتكرها العروسة وهي كمان بتكون فاكراه العريس، فالاتنين بيتصدموا جامد لانهم بيحبوا بعض. فبيدخل عليهم جوز حفيظة وبيقول لهم عاوزين نحدد اخواتكم هيتجوزوا امتى. فبيفهموا ان اخواتهم هم العريس والعروسة وبيفرحوا جدا، وفيجرام وشوري بيتجوزوا فعلا وسيا وروني بيرقصوا في فرحهم. وبعدها بنروح لعصابة أندير، وأندير بيكون متعصب جدا على رجالته وان ازاي ظابط لسه متعين يقدر يعمل فيهم كده، وبيؤمر رجالته
رجالته انهم يدوروا وراه ويخطفوا حد من عيلته. فواحد من رجالته بيقول له انه فيجرام عنده اخ صغير، فبيقول له اندير يبقى تخطفوا اخوه وتجيبوه هنا. فرجاله العصابه بيراقبوا روني، وروني بيلاقي جارو تعبان في الشارع وبيقرر ياخده عشان يعالجه، وهو اللي بيوقف العصابه وبيقول لهم ينزلوه في اخر الشارع علشان يعالج الجارو. فبيوافقوا وبيركبوه، وبعدها بيرفعوا عليه السكاكين وبيوصلوا بيه لمقر العصابه. فروني بيعمل نفسه غلبان وبيسال اندير هم خطفوه ليه، فبيقول له انه ملوش ذنب وانهم خطفوه علشان اخوه. فاندير اتصل بفيجرام، واول ما قال له انه اندير زعيم العصابه قفل السكه في وشه، وبعدها بيتصل بيه من موبايل روني. فبيتصدم فيجرام لما بيلاقي اندير هو اللي بيتكلم، فبيهدده اندير انه لازم يرجع الرهاين علشان ياخد اخوه والا هيبعتوا له جثه. ففيجرام بيستغرب جدا انهم عرفوا يخطفوا اخوه. فروني بعدها بيكلمه وبيقول له انه خايف جدا وعاوزه يجي على طول ينقذه. وهنا فيجرام بيعرف ان روني بيستعبط على العصابه، وبعدها بيقول لهم اندير ان لو فيجرام ما وصلش يقطعوا صباع من صوابع روني، وبتكون خلاص العصابه هتقطع صباع من صوابع روني. بس بيظهر روني على حقيقته وبيمسك العصابه وبيضرب فيهم كلهم وبيكسر المكان عليهم. ووقتها بيوصل فيجرام وبيقبض على باجو على الجاهز، والظابط بيكون مش مصدق ان فيجرام قدر يقبض على باجو، وبيتحرك الظابط وفيجرام ومعاهم باجو على المحكمه. بس الطريق بيكون زحمه، ولما بينزل الظابط يشوف في ايه بيلاقي ان روني بيتخانق. ولما بيعرف فيجرام بيطلب منه يحط في ايده الكلبشات ويدخله في العربيه. فلما الظابط بيقول له بس ده اخوك، بيقول له ان القانون بيمشي على الكل، وكلبش روني مع باجو. وبعدها روني هرب من العربيه ومع باجو في الكلبشات. فبيقول فيجرام للظابط جه الوقت اللي تنتقم فيه لموت بنتك من باجو، وفعلا بيقتل الظابط باجو وبيشكر فيجرام وبيحييه، وبيطلع ان كل ده من تخطيط روني وفيجرام. وفي يوم فيجرام بيرجع لروني وهو متعصب جدا، وبيقول له انه بسبب المجرمين اللي هو ضربهم والرهاين اللي حررهم الاسم عطاله ملفات اخطر العصابات علشان يقبض عليهم. وبيكون فيجرام خايف يموت زي ابوه، فبيطمنه روني وبيقول له انه معاه دايما وهيخلص له على كل المجرمين. وبعدها بنشوف روني وهو بيهجم على اخطر المجرمين وبيخلص عليهم كلهم، وفيجرام بيجي على الجاهز يقبض عليهم. ومع الوقت بيترقى فيجرام وصوره بتنزل في الجورنال، وفي وقت قليل بياخد ميداليات شرف كتير، وكل ده بفضل روني. بس الحمل كان بيزيد على فيجرام اكتر كل ما بيترقى، لحد ما سيرته وصلت لوزير الدفاع. والوزير بعدها بيقابل فيجرام وبيكلمه على اندير، وبيقول له انهم عرفوا انه بيتعاون مع رئيس جماعه ارهابيه اسمه ابو جلال، واندير بيخطف عائلته وبيديها له. فطلب منه يروح لسوريا ويخلص اوراق بخصوص الموضوع ده. فبعدها بيتحرك فيجرام وبيكون رايح على المطار، وبيطلب من روني يروح معاه. فبيطمنه وبيقول له انها مهمه على الورق، وانه لو راح معاه في كل مكان كده الناس هتشك فيهم. فبيقول له فيجرام انه عنده حق. وبعد ما بيوصل فيجرام للفندق في سوريا بيكلم روني فيديو، وبيطمنه وبيقول له ان محفظته اتسرقت اول ما وصل الفندق. فروني بيضحك عليه، بس فجأة في اتنين بيوصلوا وبينزلوا ضرب في فيجرام، وروني بيبقى شايف اللي بيحصل مع اخوه. فواحد من العصابه بياخد التليفون، فبيقول له روني ان لو اخوه جراله حاجه هيقتلهم هما الاتنين. فالراجل بيقول له احنا مش 2 ولا 100 ولا 1000، احنا بلد كامله. فقال له روني لو اخويا جراله حاجه هشيل بلدك من على الخريطه. فبيكسر الراجل التليفون برجله، وبعدها على طول بيوصل روني سوريا هو وسيا، وبيروح يعمل محضر في الاسم. وبيقول ان فيجرام كان جاي مخصوص عشان ابو جلال. واول ما بيقول اسمه كل الضباط بيبصوا لروني، والظابط بيقول لروني انه هيتابع مع السفاره ووزير الخارجيه، وبينصح روني يكون في حاله في البلد دي. فروني بيخرج من الاسم ومش بيكون عارف هيعمل ايه، بس بيلاقي واحد واقف عند الاسم وبيقول لروني انت بتدور على الظابط فيجرام؟ فروني سأله انت مين؟ فقال له انا اسمي اخطر، وقال له خلي بالك الشرطه بتراقبك، وانه هيجي وراه وهو هيوصله لاخوه. فروني ما كانش عنده حل تاني غير انه يروح وراه. فبيمشيهم اخطر في شوارع كتير، وبيقدر يتوه رجاله الشرطه اللي بيكونوا ماشيين وراهم. بس بيطلع ان اخطر اصلا نشال، ورجاله كتير بتحاوط روني وسيا، وبيرفع عليهم مطوه وبيقول لهم يطلعوا اللي معاهم. بس روني بيوقع المطوه من ايده، ولما اخطر بيوطي علشان يجيب المطوه بيلاقي ان روني خلص على رجالته كلها. فبيخاف وبيتاسف لروني، وبيقول له انه كان في الاسم وسمعه وهو بيكلم الضابط، فعمل عليه حوار علشان يسرقه. وبيطلب من روني يسامحه، وانه بيعمل كده علشان يعمل عمليه لاخوه. فبيتعاطف معاه روني وبيديله فلوس، ولسه هيمشي
فبيفتكر ان فيجرام قال له ان محفظته اتسرقت اول ما وصل الفندق، فسأل اخطر لو يعرف اي حد سرق محفظة امبارح الساعة 6 قدام الفندق، فقال له انه يعرف كل النشالين اللي في المدينة وانه هيساعده علشان هو طلع شخص طيب. وفعلا وصله للنشال اللي سرق محفظة فيجرام، وعن طريقه بيعرفوا الفندق اللي كان فيه فيجرام. واخطر بيعرف ان كان فيه فوضى في الأوضة 121، فبيروح على الأوضة اللي بتكون أوضة فيجرام، واول ما بيشوفها روني بيفتكر اللي حصل لاخوه، وبيشوفوا تليفون فيجرام على الارض وروني كان هيمسكه، بس بيحذروا اخطر لانه عليه بصمات الشخص اللي خطف فيجرام. والشرطة بتوصل للمكان وبتدور عليهم، بس روني واللي معاه بيهربوا، واخطر بياخد التليفون بمنديل وبيوديه لصاحبه اللي بيكون متخصص في الكشف على البصمات. ولما بيرفع صاحبه البصمات اللي على التليفون بيعرفوا كل بيانات الشخص اللي خطف فيجرام، وبيكون اسمه زيدي. وبيوصل روني للعنوان بتاعه، وبيبداوا يسالوا كل اهل المنطقه عن زيدي، فبيبدا اهل المنطقه يصفروا، ودي بتكون اشاره لزيدي اللي بيكون شايفهم من الشباك. ووقتها روني بيشوفه وبيعرفه وبيجري وراه وبيتخانق معاه، وزيدي بيضربه بقوه، بس بعدها روني بيضربه وبيجري وراه تاني، وكل ما يهرب منه بيقدر يمسكه لحد ما زيدي استسلم وقال له ان خلاص هيقول له على مكان اخوه. فزيدي كان لسه هيقول بس بتخبطه عربيه وبيموت، فبيجري روني عليه وهو مصدوم وبيزعق، وبيفضل يقول له لا ما تموتش، وبينادي بصوت عالي على اخوه فيجرام. وده المشهد اللي شفناه في اول الفيلم. وسايا بتجيلها فكره، وهي انها تفتح موبايل زيدي ببصمة عينه، وبتبعت رسالة لأندير على أساس إنها زيدي، وبتقول له إنها عاوزة تقابله في الكازينو. وبعدها بنشوف فيجرام وهو متعذب، وأندير بيرميه وسط الرهاين، وبنكتشف إن حفيظة وجوزها كانوا من ضمن الرهاين. وبعدها بيروح روني وسيا للكازينو، وبيكون أبو جلال هناك، وبيعرف ان زيدي مات، وبيقول لأندير ان اللي كلمه قال له يقابله هنا اكيد اللي قتل زيدي، وانه جه علشان ينتقم من الشخص ده. بس رجالته بينبهوه ان الشرطه داخله على الكازينو، فبيتحرك علشان يمشي، بس الشرطه بتكون وصلت والمكان بيكون كله فوضى. وروني بيكون شايف أندير من بعيد وبيكون رايح عليه، وبيجي يمسكه، فبيمسك ابو جلال بالغلط، وطبعا بيبقى مش عارف هو مين وبيسيبه وبيمشي. والظابط بيقلب المكان على أندير وبيقول لروني انه جاي يساعده ويقبض على ابو جلال مش عليه. فالظابط بيقدر يقبض على أندير، بس مش بيرضى يقول حاجه عن ابو جلال. وابو جلال لما بيخرج من المكان بيلاقي الشرطه محاوطه المكان، فبيدخل جوه صندوق الزباله وبيقطع هدومه وبيغير من شكله، وبيعدي من قدامهم كانه شخص متسول ومحدش بيعرفه. وبعدها بياخدوا أندير في عربيه الشرطه، وابو جلال بيوصل عند رجالته وبيحذرهم ان أندير اتمسك وانه ممكن يخونهم ويقول على اسرارهم، وبيأمرهم يتابعوا عربيه الشرطه ويعرفوا هو هيخونهم ولا لا. وفي عربيه الشرطه روني بيخلي أندير يقلده ويعمل الحركه دي زيه بالظبط، فبيشوفوهم رجاله ابو جلال وبيبلغوه ان أندير شكله خانهم وبيتفق مع الشرطه. وروني بيطلب منهم يقعد على القهوه هو والظابط وأندير، وفعلا بيقعدوا على القهوه ورجاله ابو جلال لسه مراقبينهم. وبعدها بيدي روني أندير فلوس وبيمشي ويسيبوه. فرجاله ابو جلال بيبلغوه باللي حصل، وبيفكر انه اكيد عطالهم معلومات عنه علشان كده عطوله فلوس ومشوه. فبيؤمر رجالته يضربوا نار على أندير ويقتلوه، بس أندير بينقذ نفسه وبينط في عربيه الشرطه. وبكده بتنجح خطه روني، وبيقول لأندير ان ابو جلال كان عاوز يقتله وانه لازم يبقى معاهم. وبيقتنع أندير بكلام روني وبيتحول من عدو لصديق، وبيقول لهم على اماكن التفجيرات اللي بيخطط ليها ابو جلال كمان 3 ساعات، وبيقول له ان اخوه محبوس عند ابو جلال كرهينه. فبيتحرك الضابط بسرعه علشان يوصل لاماكن التفجيرات وينقذ الموقف. وأندير بيعرف روني المكان اللي محبوسين فيه الرهاين، وبيقول له على خريطه المكان. وبعد المعسكر ده موجود الوقر بتاع ابو جلال، والوقر ده عباره عن قاعده جيش حقيقيه مليانه طيارات ودبابات وصواريخ. فأندير لسه بيقول لروني لازم نحط خطه للهجوم، بيبص لقى روني اختفى من وراه. فروني بدأ عمليه انقاذ اخوه لوحده، وبيتسلل جوه المعسكر وبيسرق اسلحه وقنابل، وبيفجر البرجين بالقنابل، وبيطير في الهواء وبيرمي القنابل على رجاله العصابه، وبيشتبك مع رجاله منهم بس بيخلص عليهم في الاخر، وبيجري علشان يلحق الرهاين. وابو جلال بيعرف ان المعسكر بتاعه اتدمر، ومش بيكون عارف مين اللي بيحاربه، وبيكون محتار يا ترى امريكا ولا الموساد، وما بيكونش عارف انه بيحارب الاخطر منهم روني. وبيقف روني قصاد العربيه اللي فيها الرهاين، وبيجروا رجاله العصابه بالعربيه علشان يخبطوه، بس هو بيكون عامل لهم فخ وبتنفجر العربيه، وبيخرجوا الرجاله المسلحين، بس روني بيظهر لهم من كل مكان وبيقتلهم، وكل ده من غير ما يستخدم سلاح. وبعدها بيمسك سلاح وبيفجر عربياتهم، ولما بيوصل لعربيه الرهاين بيقدر ينقذهم، بس فيجرام مش بيكون من ضمنهم للاسف. وبعدها أندير بيقول له ان فيجرام محبوس مع مجموعه تانية، فبيقرر روني انه يروح وقر ابو جلال ويدور عليه هناك. وفي نفس الوقت سيا والظابط بيروحوا السفاره اللي بتكون مليانه ناس، وبيطلع ان جوز حفيظه
كان لابس حزام ناسف وهيفجر نفسه هناك، وسيا بتلحقه قبل ما يفجر نفسه وبيلف حواليه الضباط، فبيهددهم انهم يبعدوا عنه وانه لازم يفجر نفسه علشان عيلته تعيش. بس الشرطه بتخليه يكلم عيلته، وبيعرف جوز حفيظه ان عيلته في امان، وده كله بفضل روني، فبيستسلم وبيسيب الشرطه تفك الحزام الناسف. وفي نفس الوقت بنت من الرهاين بتدوس على لغم بالغلط، فبيهديها اندير وبيحط رجله هو على اللغم مكانها، وبكده هينفجر اللغم فيه مش فيها. وروني بيدمر عربيات ابو جلال، بس فجأة 3 طيارات بيحاوطوا روني وبيضربوا عليه نار، ومن شدة الانفجار روني بيطير في الهواء وبيوصل لطيارة منهم وضرب الرجالة اللي فيها ورماهم، وبيخلي ال3 طيارات يخبطوا في بعض، وبينط هو في الوقت المناسب والطيارات بيتدمروا. وابو جلال بيتصدم لما بيعرف ان تفجير السفارة فشل وال3 طيارات اتدمروا، وبيتصل واحد من رجالته وبيقول له ان اللي عمل فيه كل ده شخص واحد وجاي علشان ينقذ اخوه فيجرام. فابو جلال بيكون مش مصدق نفسه وان شخص واحد هو اللي عمل كل ده، فبيؤمر رجالته يجيبوا فيجرام، ورجالته بيكونوا بيضربوا نار على روني، بس هو بيصد الرصاص بباب الطياره واستنى لحد ما رصاصهم يخلص ودخل يهاجمهم وخلص عليهم، وبكده يكون خلص على الرجاله المسلحه والطيارات وفاضل له الدبابات. فبيطلع روني على ال7 دبابات، وبتكون سيا وصلت فبيخرجها روني بره المعركه دي، وبينزل روني بحرفنه من تحت الدبابه وبيطلع من الناحيه التانيه يقتل الراجل اللي سايقها، وبيخلص من التانيه بانه بيدخلها في سد، وبعدها بيهرب منها وبيخلي دبابتين تانيين يضربوا بعض ويتدمروا، وبيفجر دبابات منهم وبيكون دمر كل الدبابات. وبعدها راجل من رجاله ابو جلال بيمسك واحد هندي من الرهاين وبيقول له يسال باقي الرهاين عن مين فيهم فيجرام، فبيتكلم الراجل الهندي وبيقول لهم انهم بيسالوا عن فيجرام وان العصابه دي ما بتعرفش تتكلم هندي، وبيقول لهم ان لو فيجرام سمعه ما يكشفش عن نفسه علشان في شخص بيدمر المعسكر بتاعهم وجاي علشان ينقذهم. بس ابو جلال بيكون فاهم هندي كويس وبيمسك الرهينه وبيقول لفيجرام انه لو ما ظهرش هيضربه بالنار، ففيجرام بيضطر يظهر علشان ينقذ الراجل، فبيقول لابو جلال ان اخوه عامل مشاكل كتير ودمر له معسكره وانه هيقتله، ففيجرام بيقول له ان هو اللي غلطان وانه المفروض كان نادى على روني من الاول، فبيسمعوا روني وبيجري على اخوه وهو هيتجنن عليه وبيقول له يا ريتهم خطفوني مكانك، وابو جلال بيقول له مش انت كنت عاوز اخوك، خده وامشي، فبيقول له روني انه كمان عاوز كل اخواته يتحرروا، فبيوافق ابو جلال وبيحرر كل الرهاين وبياخد اخوه روني وبيكون ماشي، بس بيكتشف ان ابو جلال خطف سيا، وبعدها رجاله ابو جلال خطفوا فيجرام وحطوه مع سيا في الزنزانه، وبيتلموا على روني وبينزلوا في ضرب، وبيكون مستسلم تماما وهو شايف اخوه هيتجنن عليه، فرجاله ابو جلال ضربوه بسيخ في بطنه، وهنا فيجرام بينفجر وبيخرج من القفص وبيضرب فيهم، وروني بيكون مبسوط وهو شايف اخوه بيدافع عنه لاول مره، وبيروح فيجرام لابو جلال بيضربه وبيزق على سياخ الحديد، وبعدها بيروح هو وسيا يطمنوا على روني، وللاسف روني ما كانش بينطق ولا بيتنفس، وفجأة ابو جلال بيطلع لسه عايش وكان هيضربهم بالعصايه، بس في وقتها بيفوق روني وبيخلص على ابو جلال، وفيجرام بعدها بيتكرم على اللي عمله، وروني بيكون فخور بيه جدا، وبيقول روني بينه وبين نفسه ان الواحد بيعمل المستحيل علشان اللي بيحبهم يكونوا في امان، وبيخلص فيلمنا مع روني وهو باصص لفيجرام. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيلم، ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة لو مش مشترك، واستناني في ملخص تاني. سلام.